فكرة ان احنا ندي للقراء فرصة ان هم يشوفوا الفيلم مع الصناع، دي اكيد فكرة لذيذة، خصوصا ان كل قارئ بيبقى عنده وجهة نظره وعنده الخيال بتاعه عن الرواية وهتطلع عاملة ازاي. ف يعني حاجة لذيذة كمان يبقى فيه توك ويبقى فيه نقاش ويبقى فيه هم كانوا شايفين انه ممكن يطلع عامل ازاي وطلع عامل ازاي. يعني فكرة لذيذة الصراحة جدا. اي ريد ان شاء الله يعني. لا لا، انا شايف ان مبادره حلوه قوي، وشايف ان دي حاجه خطوه كويسه. شكرا لاي ريد ان هي اولا من انجح الكيانات الثقافيه الموجوده حاليا، وده مش كلام عشان احنا في فيلم، انا بقول ده من زمان وهي بتبدا، ودايما بحضر ايفنتاتها لان هي بتعمل مسابقات وبتنتج حاجات شايف كده كيان ثقافي هيكبر في حته حلوه قوي. هو كبير اوريدي بس هيروح في حته لا يتخيلها من الجمال طول ما هو بيحقق حاجه وبيعمل حاجه اللي هو عايزها بالشكل ده. أنا بشكر آي ريد على وجود هذه المؤسسة اللي دايما بتسعى جاهدة، أولا إن هي تخلي الحياة الثقافية في مصر دمها مش تقيل، بتعمل فعاليات مختلفة، فبتحبب الناس كمان في الثقافة والقراءة. يعني دايما الناس بيبقى نظرتهم عن القراءة والكتب إن هي حاجة دمها تقيل وصعبة وتقيلة، فإحنا كنا محتاجين مؤسسة زي آي ريد إن هي تصنفر شكل الحاجات الثقافيه دي في مصر، تخليها فعلا انترتيننج، تخليها فعلا ابيلينج للناس ان هي عايزه تروح تيجي زي عرض زي ده تشوف الفيلم اللي كانت بتقراه روايه، فكلها حاجات لذيذه جدا. فبتمنى لها كل التوفيق والاستمراريه والنجاح وتكسروا الدنيا دايما. انا بحبكم قوي. انا من الهايلايتس بتاعت السنه اللي فاتت ان انا روايتي نزلت عندكم في اي ريد اي بوكس. دي كانت بجد انا اتنططت من الفرحه وقعدت اعيط من الفرحه ان انا بجد انا متابعه اي ريد من اول ما استاذ احمد مراد كان بينزل عنها، فان انا روايتي تبقى عندكم اتس ماي اونر والله العظيم. شكرا يا جماعه والله على اهتمامكم بالقراء وبالكتاب، وربنا ما يقطعها عاده والى مزيد من العروض. شكرا. اي ريد مش بس بيثبتوا كل مدى ان هم مهتمين بصناعه الكتب في مصر، هم كمان بيهتموا بالقارئ اللي بيقرا ده المحتوى اللي هيتقدم له. حقيقي يعني انتوا لو في منكم كتير هيبقى في نهضه ثقافيه تانية خالص في البلد.